الإسلام والمشاهير الأجانب. إذا لاحظنا في آخر فترة دخول كثير مشاهير أجانب للإسلام من شتى أنحاء الدول الأوروبية، وبحسب دراسة علمية إنه ما بين سنة 2010 إلى 2050 راح يدخل الإسلام 3 مليون شخص من خلال التحول الديني من باقي الديانات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وإذا رجعنا لنقطة المشاهير، المشهور الأول اللي كان سبب بدخول المشاهير بالإسلام هو أندرو تيت، وكأنه فتح بوابة للمشاهير لدخول الإسلام. ولكن هذا الفيديو خاص بآي شو سبيد، اللي كثير من الدلائل بتوحي إنه سبيد معجب بالإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله. حتى كثير من المرات بالبث المباشر كان في صديق يعلمه شو هي الشهادة ويعلمه كلمات عربية في البث المباشر، حتى انه نطق الشهادة، ولكن حتى لو نطقها فهي مو طالعة من القلب، او النية ما كانت الإسلام. ولكن بعدين تطورت القصة لحتى وصل سبيد على دولة عربية ولبس الزي العربي، وشوفوا شو صار. Yo, how I look, man? How I look, bro? I look nice. I look Arabic. ولكن الموضوع ما بيخلى من لحظات سبيد العفوية واللي هي النباح، وبعدها تطور الموضوع أكثر لحتى راح مع صديقه على المسجد. ولكن سبيد فهمان الإسلام خطأ يا أخوان، دخل المسجد وهو يغني لحتى قال له صديقه لا تغني، وبعدها دخل المسجد وبدأ يقلد أحد الأشخاص وهن عم يصلوا بحيث أنه يتعلم شو هي الصلاة. وبصراحة أنا فخور جدا بكوني مسلم، وفعلا بدأت الصورة للمسلمين تتحسن عند الغرب من وقت دخول أندرو تيت الإسلام. والحمد لله على نعمة الإسلام، وعلى فكرة اللايك ببلاش.